السلام عليكم أصدقاء أنوار ستاد، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على الملاعب الكبرى في المغرب والمشاريع الضخمة اللي جاية. اليوم غادي نهضروا على واحد المشروع اللي داير ضجة كبيرة في المغرب كامل، ملعب الحسن الثاني ببن سليمان. المشروع اللي ممكن يولي من أكبر الملاعب في العالم واللي كيشعل النقاش بين الجماهير في كل بلاصة. هذا الفيديو غادي يكون رحلة حماسية وسط التفاصيل، الأشغال، التساؤلات والأجواء اللي مرافقة هذا الملعب الأسطوري. واش فعلا غادي يكون أعظم ملعب في إفريقيا؟ واش الأشغال غادية بالسرعة اللي كيتسناوها الناس؟ وشنو اللي كيميز هذا المشروع على باقي الملاعب؟ خليونا ندخلوا في التفاصيل. منين تسمع اسم ملعب الحسن الثاني أول حاجة كتجي في بالك هي الضخامة ديال المشروع. حنا ما كنهضروش على ملعب عادي، حنا كنهضروا على مشروع عملاق داخل منطقة بن سليمان قريب لمدينة الدار البيضاء ومصمم باش يستقبل أعداد ضخمة من الجماهير. الفكرة ماشي غير ملعب لكرة القدم، بل معلمة رياضية كبيرة ممكن تغير شكل البنية التحتية الرياضية في المغرب كامل. في البداية ديال المشروع كانت غير تصورات ورسومات، ولكن اليوم كاين تقدم واضح في الأشغال. الأرض تبدلات، المساحات تساوات، وخدامين شركات كبيرة في الميدان. إلا شفتي الصور الجوية للموقع غادي تلاحظ الحجم الحقيقي ديال الورش، آلات كبيرة، حركات مستمرة وخدمة ما كتوقفش. هاد الشيء كيخلي المتابعين يقولوا المشروع بدا فعلا يتحول من حلم إلى واقع. ولكن السؤال اللي كيتكرر بزاف بين الناس هو شحال غادي تكون الطاقة الاستيعابية الحقيقية. بزاف ديال الأخبار كتهضر على أرقام كبيرة بزاف، يمكن توصل لأكثر من 100 ألف متفرج. تخيلوا معايا الأجواء في مباراة كبيرة داخل هذا الملعب، مدرجات عامرة، أصوات الجماهير، أضواء كتشعل الليل، وأجواء كتخليك تحس بأنك في واحد من أعظم الملاعب في العالم. الملعب ماشي غير مدرجات وعشب، المشروع كامل كيتفكر بطريقة حديثة. كاين الحديث على تصميم معماري ضخم، سقف متطور، ومرافق حديثة للجماهير والفرق. الطرقات، المواقف، وسائل النقل كاملين داخلين في التخطيط باش يكون الوصول للملعب سهل وتنظيم المباريات يكون احترافي. واحد الحاجة اللي زادت الحماس عند الجمهور هي الحديث على البطولات الكبرى اللي ممكن يتلعبوا فيه. بزاف ديال الناس كيشوفوا أن هذا الملعب غادي يكون واحد من أهم الملاعب اللي يمكن تستضيف مباريات كبيرة عالميا. وهنا كيطلع سؤال آخر، واش غادي نشوفوا نهائيات تاريخية هنا؟ واش ممكن يكون مسرح لمباريات ما تنساش؟ المتابعين ديال المشاريع الرياضية في المغرب لاحظوا حاجة مهمة، التطور اللي واقع في البنية التحتية. ملاعب كتجدد، ملاعب كتبنى، والمغرب كيبان داخل بقوة في المشهد الكروي. ووسط هذه المشاريع ملعب الحسن الثاني كيبقى واحد من أكثر المشاريع اللي جبدات الانتباه. التفاصيل الصغيرة حتى هي مهمة، نوعية العشب، شكل المدرجات، الإضاءة، وحتى التجربة ديال المشجع داخل الملعب. اليوم الملاعب الحديثة ما بقاتش غير مكان باش تشوف ماتش، بل تجربة كاملة، شاشة عملاقة، صوت قوي، خدمات وتنظيم عالي. ولكن رغم كل هذا الحماس كيبقاو تساؤلات كتيرة. واش الأشغال غادية بنفس الوتيرة اللي متوقعة؟ واش التصميم النهائي غادي يكون بنفس الضخامة اللي كنسمعوا عليها؟ واش فعلا غادي نشوفوا واحد من أكبر الملاعب في التاريخ؟ الجماهير المغربية معروفة بالشغف ديالها. تخيلوا أول مباراة كبيرة في هذا الملعب، آلاف الجماهير داخلة، الأعلام مرفوعة، الهتافات شاعلة، والأجواء حارة بطريقة ما توصفش. هنا كتبان قيمة الملاعب الكبيرة، كتجمع الناس، كتخلق لحظات تاريخية، وكتخلي كرة القدم تعيش بطريقة مختلفة. ومع تقدم الأشغال الاهتمام كيكبر أكثر وأكثر. كل صورة جديدة كتنزل في الانترنت كتخلق نقاش، كل خبر كيخرج كيزيد الفضول. الناس باغية تشوف النتيجة النهائية، وباغية تعرف واش فعلا المغرب غادي يكون عنده ملعب استثنائي عالميا. يمكن دابا المشروع مازال في مرحلة الأشغال، ولكن الإحساس العام هو أن شي حاجة كبيرة كتوجد، ومع الوقت الصورة غادي توضح أكثر وأكثر. ربما في سنوات قليلة فقط غادي نشوفوا هذا المكان عامر بالجماهير واللحظات التاريخية. وفي هذه اللحظة كنطرح عليكم سؤال مهم، واش في نظركم ملعب الحسن الثاني ببن سليمان يقدر يولي أعظم ملعب في إفريقيا؟ وشنو أكثر حاجة متحمسين تشوفوها فيه؟ التصميم، السعة أو الأجواء؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات حيث النقاش ديالكم مهم بزاف. وصلنا لنهاية هذه الرحلة، ولكن القصة ديال هذا الملعب مازال مسالاتش. الأشغال مستمرة، الأخبار كتخرج، والتشويق كيزيد. ويمكن الفيديوهات الجاية غادي تكشف تفاصيل أكثر وأكثر على هذا المشروع العملاق. إلى عجبكم الفيديو وما بغيتوش يفوتكم أي جديد على الملاعب والمشاريع الكروية في المغرب، ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش يكبر مجتمع أنوار ستاد.
شكرا بزاف على المشاهدة، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم. السلام عليكم أصدقاء أنوار ستاد، مرحبا بكم في فيديو جديد ومثير على قناتكم اللي كنحاولوا ديما نجيبوا لكم فيه آخر الأخبار والتفاصيل ديال الملاعب والبنية التحتية الكروية في المغرب. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، حيث الدعم ديالكم هو اللي كيعطينا الطاقة باش نستمروا ونجيبوا لكم محتوى أفضل. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي صراحة دار ضجة كبيرة في المغرب، وهو الاستراتيجية الجديدة ديال المغرب في بناء وتطوير ملاعب عالمية. السؤال اللي كيطرح راسو هو واش المغرب داخل بقوة لعصر جديد ديال الملاعب الكبرى، وشنو الهدف الحقيقي من هذه المشاريع الضخمة؟ واش غير كرة القدم ولا كاين أهداف اقتصادية وسياحية وحتى سياسية؟ المغرب اليوم ما بقاش غير كيبني ملاعب عادية، بل كيهضر على مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشاريع قادرة تخلي البلاد تستقبل أكبر التظاهرات الكروية في العالم. تخيل معايا مدن مختلفة في المملكة كتستافد من ملاعب جديدة، طرق حديثة، فنادق، استثمارات وفرص شغل للشباب. هادشي كامل داخل في واحد الرؤية كبيرة. نبداو بمدينة الناظور، المدينة اللي كانت كتسنى هذا المشروع من مدة طويلة. أخيرا تحسم الموضوع وتحدد الموقع ديال الملعب في المدخل الجنوبي ديال المدينة، موقع استراتيجي وقريب حتى لبحيرة مارتشيكا، يعني المنظر غيكون رائع بزاف. المساحة ديال المشروع كتقارب 18.5 هكتار، وهذا رقم مهم كيبين أن المشروع ماشي صغير. التصميم ديال الملعب تكلفات به شركة هندسة معمارية مغربية، والناس اللي شافوا الصور الأولية قالوا بأن الملعب غيكون واحد من أجمل الملاعب في المنطقة. الطاقة الاستيعابية ديالو أكثر من 20,000 متفرج، وجميع المقاعد مغطاة. ولكن السؤال هنا، واش هذا الملعب غيكون بداية نهضة رياضية حقيقية في المنطقة الشرقية؟ الملعب ما غيكونش غير مدرجات وكرة التلعب، بل غيكون فيه مرافق متطورة بزاف، قاعات للصحافة، فضاءات لكبار الشخصيات، غرف للاعبين بمعايير احترافية، تجهيزات طبية، وحتى مرافق خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. يعني مشروع متكامل ماشي غير ملعب. ومن بعد كنمشيو لمدينة الدار البيضاء، القلب الاقتصادي ديال المغرب، والمدينة اللي غتشهد مشاريع ضخمة جدا. أولا كاين الملعب الكبير الجديد اللي غيكون واحد من أكبر الملاعب في العالم، بطاقة استيعابية غتوصل لحوالي 115 ألف متفرج. تخيلوا الحجم ديال هذا المشروع، واش فعلا غيكون من بين أكبر الملاعب عالميا. ولكن المفاجأة هي أن كازا ماشي غير ملعب واحد، بل حتى مشاريع أخرى. كاين مشروع إعادة بناء ملعب تيشيما بتصميم عصري وميزانية كبيرة. الملعب غيتبنى على مساحة مهمة وبسعة تقريبا 30 ألف متفرج، مع سقف يغطي جميع المقاعد. والأكثر إثارة هو مشروع ملعب الصخور السوداء اللي غيكون بسعة تقريبا 15 ألف متفرج. الهدف من هذه الملاعب هو خلق بنية تحتية قوية قادرة تستقبل مباريات كبيرة وأحداث رياضية مختلفة. ومن بعد كنمشيو لمدينة خريبكا، المدينة التاريخية في المجال الكروي. هاد المدينة عطات بزاف ديال اللاعبين الكبار عبر التاريخ، ودابا جا الدور باش يكون عندها ملعب حديث يليق بتاريخها. المشروع كيهم ملعب بسعة حوالي 20 ألف متفرج، مع الإمكانية للتوسعة مستقبلا. التمويل ديال المشروع جاي من عدة جهات، من بينها مؤسسات وطنية كبيرة، وهذا كيبين أن المشروع ماشي غير رياضي بل حتى تنموي، يعني فرص شغل، حركة اقتصادية ونشاط جديد في المدينة. ودابا نمشيو لأقصى الجنوب، مدينة الداخلة. هنا كاين مشروع استراتيجي مهم بزاف، ملعب جديد كيتبنى على مساحة كبيرة قد تصل ل 50 هكتار. الطاقة الاستيعابية حوالي 10,000 متفرج، لكن التصميم ديالو مميز لأنه كيجمع بين الطابع الصحراوي والمعايير الحديثة ديال الملاعب. الملعب غيكون فيه عشب طبيعي عالي الجودة ومرافق تدريب حديثة، ومن المتوقع يكون جاهز في الأعوام القادمة باش يستقبل تظاهرات رياضية كبيرة. السؤال هنا، واش الداخلة غتولي وجهة رياضية إفريقية جديدة؟ إذا جمعنا هاد المشاريع كاملة غنلقاو أن المغرب داخل مرحلة جديدة